السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد النهارده، وموضوع حلقه النهارده هو ازاي اظبط صوره في مثلث التعريض. طبعا فهمنا يعني ايه ايزو، يعني ايه شطر، يعني ايه فتحه عدسه، وفهمنا مثلث التعريض، وفهمنا كل حاجه بتعمل ايه في الصوره. طب انا عايز اظبط الثلاثه دول مع بعض. اول حاجه تشوفها في مثلث التعريض هي فتحه العدسه. فتحه العدسه دي زي ما قلنا هتعرف تظبطها زي ما انا عايز. لو في اضاءه قليله فانا طبيعي اكبر فتحه العدسه على الاخر. يعني مثلا لو معايا عدسه 50 مللي اخلي فتحه العدسه فيها 1.8 اللي هي اكبر فتحه فيها، وبعد كده اشوف الشطر. يعني لو انا بصور بالليل هضطر ان اقلل الشطر اخليه 60 70 80 100 150، ما زدتش عن الارقام ديت. طب لو انا بالنهار لا، انا ممكن ارفع بقى الشطر، بس في نفس الوقت لو بالنهار هخلي الايزو 100 200 لان الصوره مش عايز ابقى فيها نويز. عملنا فتحه العدسه وعملنا الشطر، بعد كده هروح للايزو اخليه 100 200 300 400 لحد ما اوصل لان اشوف الصوره بطبيعتها لا هي غامقه قوي ولا هي فاتحه قوي. وبرضك بلاحظ اني مش عايز ازود ايزو كتير عشان طبعا النويز. بمناسبه النويز عايز اقول لكم ان انتم ممكن في كاميرات كروب فريم وفي كاميرات فول فريم. في الكروب فريم انا ممكن اعلى بالنويز او بالايزو لحد 800 اخري، ما حاولش اكتر عن كده، ان لو كترت عن كده هتلاقي النويز باين قوي جدا في الصوره. لكن كاميرات الفول فريم انا ممكن اعلى ل 1600 وال 2000 وال 2000 ونص من غير الصوره ما هتلاقي فيها نويز. بقى طبعا بتختلف من كاميرات فول فريم او كاميرات كروب فريم. وزي ما احنا قلنا الصورة محتاجة إضاءة سواء بالليل أو بالنهار. بالنهار الإضاءة متوفرة معاك، أنت تحاول تخلي فتحة العدسة زي ما أنت عايز، والأيزو تقلله على قد ما تقدر، ما تزودوش عن 400، تخليه ماكسيمم 400 800 ده كمان بالليل عشان تطلع جودة حلوة. وفي نفس الوقت الشطر انت تحكم فيه، يعني فتحة العدسة هتجيب اكبر فتحة عدسة عشان تعرف تدخل نور اكتر للكاميرا. في نفس الوقت الشطر ما تقللوش على 1/60، لان انت لو قللته على 1/60 هتلاقي الصورة مهزوزة نوعا ما. طبعا المعادلة دي لازم تظبطها. شوف الافضلية عندك في الصورة هتطلع ايه، عايز فتحة عدسة واسعة ولا عايز شطر سريع ولا عايز ايزو. الافضلية هتبقى ليك والباقي رتب عليه. بس كده. لو عجبك الحلقه متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو مش عامل سبسكرايب، وسيب لي رايك تحت في الكومنتات.